انا براهن على الولاد دول ان شاء الله هيبقى ليهم باع ان شاء الله في الدوري، واتمنى ان البطوله تبدا يعني ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه دي. بلعب ماتشات وديه بجانب ان انا بصحح اخطائي، وبلعب ماتشات وديه مع فرق في الدوري الممتاز لاكتساب اللعيبه دي الخبره والثقه في الفوز، ويبقى عندهم دايما رغبه في الفوز وما يخافوش من حد يعني، لان كان الاثر النفسي اللي انا يعني طلعت بيه من ماتش النادي الاسماعيلي. عندنا طموح انا واللعيبه والاداره ان الناس دي قدامها منتخب مصر وقدامها دور الاضواء ودور الشهداء، وزي ما انت حضرتك شفت في الماتش بتاع النهارده ايه الفرق. ما هو في لعيبه كبار هنا اسعارهم كبيره، وفي هنا لعيبه الحمد لله راضيين باللي هم فيه. الشوط الاولاني ما كناش كويسين، ما كانش فيه يعني ترابط في الخطوط وكده. الشوط الثاني كنا كويسين الحمد لله، وضغطنا فريق القناه في ملعبه وضيعنا اكتر من فرصه. الشوط الاولاني ما ضيعناش يعني، الشوط الثاني يعني حتى في الاخر بس يعني. ماتشات الدوري مختلفه عن الماتشات الوديه، وانت ممكن تعمل تشكيل وتعتبر ان هو ده المثالي، وبعدين تيجي في الدوري بيبقى بتغير 2 3 وكده يعني. الحمد لله استفدنا من المباراه، ويمكن ما قدرش نحقق التعادل الشوط الثاني او المكسب بجونين، بس الحمد لله يعني استفدنا من اللقاء، لكن ما فيش اي جهد خالص. يمكن طبعا هو محطوط برنامج كويس جدا للفريق، ويمكن الحمد لله احنا حاسين بتحسن فتره بعد الثانيه الحمد لله، واللياقه الحمد لله بدات ترتفع. يمكن النهارده الحمد لله بدني الحمد لله باين ان احنا كويس الحمد لله، وما فيش حاجه خالص من الاجهاد خالص. مش شرط ان احنا خسرنا واحد وكده، دي تجربه، وطبعا احنا اتمرنا الصبح النهارده وكده، اكيد يعني الكابتن بيجرب اللعيبه وكده، وان شاء الله الماتشات الجايه ان شاء الله تبقى احسن باذن الله. النادي المصري فيه لعيبه كبيره جدا، لعيبه على مستوى عالي. لسه الكلام ده كله يعني انا بقول لك يعني لسه الدوري غير. ما انا ممكن اكسر الدوري في ماتشات وديه وما اعملش حاجه في الدوري غير. ليه لعيبته وليه رجالته، وان شاء الله لعيبه النادي المصري يكون قد المسؤوليه في الدوري ان شاء الله باذن الله. والله الحمد لله على اداء النهارده، ربنا يكرم باذن الله مع الماتشات الجايه الاداء يتحسن ان شاء الله، وده طبعا يعني اول ماتش لينا من فتره بره بورسعيد، فالحمد لله واحده واحده باذن الله الاداء يتحسن ان شاء الله، ونقدر نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله للجمهور باذن الله والبورسعيد كلها ان شاء الله يعني. هذا البرنامج برعاية